سلام، اليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم سلو صحي بدون سكر، خاص لأصحاب الحمية ديال الكيتو وأصحاب السكري نزولا لطلب بعض المتتبعات. اليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم هاد السلو اللي حضرته الأم ديالي هاد السنة. اول مكون غادي نحتاجو اللي هو الخروب اللي كيتميز بالحلاوه ديالو الطبيعيه. هذا خروب بيو خديناه من المزرعه ديالنا وكما كتلاحظوا غسلناه مزيان بهذه الطريقه هذه، وغادي نحاولوا نشفوه في الفرن غير تحيد منه هذيك الرطوبه. عاد غادي ندوزوه في الاله ديال الطحن، خاصها تكون شي اله اللي هي قويه كطحن مزيان، لاننا كنطحنوه هكا كامل هكا كيف ما هو. تقريبا غادي تاخدوا واحد الكيلو ديال الخروب، والمكونات الباقيه فهي كالتالي. اول مكون اللي غادي تحتاجوه فهو الزنجلان اللي ضروري منه في الوصفه ديال السلو اكيد. فغادي ناخذوا هنايا واحد الكيلو اللي غنحيدوا منه هكا واحد الرابعه اللي غادي نخليوها ابار باش تخلي لنا ديك القرمشه في السلو. بطبيعه الحال جميع المكونات اللي غادي نذكر معكم فهي محمصه، هي سواء غتحمصوها في الفرن او في المقلاة. هنايا كيف ما كتلاحظوا ايضا عندي واحد الكيلو ونصف ديال اللوز اللي خليت من بعد نص كيلو حيدته منه اللي فسختو وحاولت هكا نقليه، شويه هرمشتو وشويه خليته هكا صحيح للتزيين. غادي ناخذ ايضا واحد الزلافه كيف ما كتلاحظوا ديال الكركاع، كتبقى اختياريه، يمكن تضيفوا اي مكسرات بغيتو سواء هكا مثلا الكاجو حتى هو راه تقدروا ديروه. عندي 2 حبات ديال الباديانه، 3 ديال الهيل، 3 ديال القرنفلات وشويه ديال الكوزه كيعطيو واحد النكهه رائعه لهذا السلو. عندي 2 معالق كبار ديال القرفه كيف ما كتلاحظوا. هادشي كله غادي نعاودو نغربلوه. وعندي هنايا 2 معالق كبار ديال النافع ومعلقه كبيره ديال حبات حلاوه. وكيف ما كتلاحظوا هذا هو دقيق الخروب اللي حصلنا عليه. كيف ما كتلاحظوا راه ما كنحمصوه ما والو، قلت لكم كديروا غير فقط في الفرن تحيد منه ديك الرطوبه وكطحنوه. الا حمصتوه غادي يولي لكم بحال البديل ديال الكاكاو، يعني ما صالحش لكم لهاد الوصفه ديال السلو. كنخليوه هكا طبيعي وكنطحنوه وكنغربلوه اكيد. وبالنسبه للمحلى الطبيعي اللي غادي نخدموا به فغادي نخدموا بالاريتريتول. تقريبا عندي واحد 20 غرام ديال الاريتريتول مع 4 ديال الحبات ديال المسكه الحره اللي ايضا غادي ندقوهم مع بعضياتهم. اللي ما بغاش يستعمل الاريتريتول، كنعرفوا الاريتريتول هو اللي صالح وصحي مزيان لاصحاب السكري والكيتو. تقدروا تستعملوا سكر جوز الهند، ولكن يعني حتى هو ما تكثروش منه، بحال ديروا واحد 2 معالق كبار حتى 3 كبار، يعني كتكون كافيه جدا. وايضا يمكن نستعملوا ايضا محلى ستيفيا، غير هو كيعطينا شويه المروره الا كثرنا منه، يعني كنكتفيو غير حتى هي بمقدار اللي هو صغير جدا. واكيد راه ضروري غادي ديروا الملح في هذه الوصفه هذه، واحد نص معلقه ديال الملحه باش هكا كنخرجوا هذاك المذاقات ديال المكسرات وداكشي اللي استعملنا. ايضا كمحلى طبيعي اللي نقدر ننصحكم به هو الدبس ديال الخروب. الا كنتم محضرينه منزليا حتى هو راه كيجي رائع جدا، يعني كيكون بحال العسل ديال الخروب. صافي هنايا غادي ناخذوا جميع المكونات وغادي نحاولوا نطحنوها مزيان، يعني غادي نطحنوا الزنجلان مزيان حتى غادي تلقينا الزيت ديالو، وغادي نطحنوا ايضا اللوز حتى هو مزيان تيطلق لينا الزيت ديالو. كنطحنوهم هكا كيكونوا باقيين دافين باش هكا كنحصلوا على اكبر قدر ممكن من الزيوت. وكما لاحظتوا هرمشنا المكونات اللي خصهم يتهرمشوا وغربلنا التوابل ايضا اللي غادي نستعملوا، وهذوك الباديانه والهيل وداكشي حتى هو طحناه. ايضا غادي نستعملوا زيت الزيتون، ضروري حتى هو تستعملوه في الوصفه باش هكا كيجمع لكم الخليط. بعد ما حطينا ووجدنا جميع المكونات امامنا فصافي ما بقى علينا الا يعني نخلطوا السلو ديالنا. غادي نديروا جميع المكونات اللي ذكرت معكم، وكما قلت لكم راه تقدروا تستعملوا اي مكسرات كتفضلوا، ماشي ضروري تقيدوا بنفس المكونات. وايضا بالنسبه للكميه كل واحد يدير الكميه اللي غادي تناسبه هو. صافي فاش كنعركوا السلو ديالنا مزيان بهذا الشكل هذا راه كنضيفوا هذوك المكسرات اللي خليناهم باش نحسوا بديك القرمشه. كنضيفوا ديك الزلافه ديال اللوز وكنضيفوا الزنجلان، ومن بعد كنضيفوا كميه ديال زيت الزيتون اللي غادي تجمع لينا او غادي تعلك لينا هذاك السلو. وكنبقاو هكا كنعركوا فيه مزيان مزيان
ومن بعد غادي تشوفوا النتيجة ديالو كيجي ما شاء الله، كيجي هكا معلك ومقوم على حقه وطريقه، في نفس الوقت صحي وبديل ممتاز لأصحاب الكيتو والسكري، ولما لا الحمية الخالية من الجلوتين، الناس اللي هكا ما كيحبوش يتناولوا يعني السكر. وكيكون هذا هو الشكل النهائي ديال السلو ديالنا. والام ديالي كتمنى لكم رمضان كريم، راه كتبت لكم فوق السلو باللوز. كتمنى لجميع المتتبعات المزيد من الصحة والعافية، والله يدخل علينا هذا الشهر بالصحة والسلامة ان شاء الله. الى اللقاء.